السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم كبدة بالردة، حاجة كده في منتهى الجمال، طعمها خطير بجد. جربوها بنفس الطريقة، بس تابعي معايا الفيديو للاخر وما تنسيش تحط اللايك. يلا نسمي بالله. معايا هنا كبدة شرايح، الكمية اللي انت عايزاها تكون شرايح رفيعة كده، تخلي يعني ايه الجزار يقطعها لك الكمية اللي انت عايزاها. معايا هنا دي مية بصل على مية طماطم، يعني بشرت البصلاية عصرتها وخدت المية بتاعتها، وبشرت طماطمية وعصرتها وخدت المية بتاعتها برضو. نجيب بقى التتبيلة بتاعتنا، التوابل. معايا معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة كمون، رشة شطة، نص معلقة بصل بودرة، توم بودرة، كزبرة وفلفل اسود. نحط التوابل دي كده على مية البصل ومية الطماطم. ومعايا هنا معلقة صغيرة من التوم، عايزة تستغني عن التوم وتستكفي بالتوم البودرة مفيش اي مشكلة، بس بصراحة بيديها طعم حلو جدا. ومعايا عصرة ليمونتين، نعصر الليمون بالشكل ده ونحط عليه التوم ونقلب التتبيلة دي كلها كده ببعضيها. طعمها خطير جدا، والكبدة ما بتتغسلش يا جماعة، اوعى حد يحط نقطة مية على الكبدة. الكبدة هتجيبيها هتنشفيها بمناديل مطبخ، مناديل نظيفة. وعشان تقطعي، لو جبت الكبدة سليمة، انا جبتها سليمة يعني اللي جابها لي سليمة، ما جابهاش شرايح، فتجمديها وتقطعيها شرايح هتبقى متحكمة فيها اكتر. والكبدة من النوع اللي هو ايه بيتشرب التتبيلة بسرعة، فيعني مش هتاخد معاكي وقت خالص. انا هنا تبلتها عقبال ايه ما عملت الحاجات التانية اللي هعملها حواليها، كانت جاهزة معايا. تنفع بقى جنبيها شوية مكرونة بالصلصة، مكرونة محمرة، شوية سلطة، وبألف هنا وشفا. سبتها بقى تتبل معايا عقبالي ما نجهز ايه الحاجة اللي وراها. جبت هنا كوبايتين من الردة، دي ردة ناعمة بالشكل ده. نجيب عليها معلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا. ايه فايدة الدقيق والنشا؟ الدقيق والنشا مش هيخلي الردة معاكي الكبدة معاكي بعد ما تتحمر مش هيخليها غامقة. معايا هنا ملح، كزبرة، شطة، فلفل اسود، وكمون. زي ما قلنا اللي لو عملتيها بردة لوحديها هتطلع الكبدة معاكي لونها غامق. نعميتها ما تحط عليها نشا ودقيق هيخلي الكبدة معاكي لونها فاتح كده وحلو. انا هنا بس عشان الاضاءة فالكبدة تحس ان هي غامقة، انا عملت لا والله هي مش غامقة، هي لونها فاتح ولونها ذهبي وجميل جدا. بعد كده انا شغلت النار ورايا على الزيت على البوتاجاز يسخن، وجهزت معايا الكام قطعة اللي هينزلوا في الزيت بالشكل ده. حطيها واضغطي عليها. كانت ريحتها وطعمها خطير خطير بجد. انا بعتذر بس عن قلبة التليفون، معرفش ببقى بصور في امان الله وبص ما لقيت قلب كده. هنا بقى حطيت الكبدة معايا اهي لغاية ما تاخد لون معايا من الجنب، واجي قلبها على الجنب التاني. انا عملت جنبيها مكرونة محمرة وشوية سلطة طحينة وسلطة خضراء، كان طعمها جميل جدا. مية البصل بتديها طعم في منتهى الجمال. وهنا عملت اهو سلطة طحينة جنبيها وقدمتها بالشكل ده. وباقي الاكل بقى انتوا عارفين ايه، المكرونة طبعا كلكم شاطرين فيها. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.